يعني ايه ما عندكش وقت ان انت تهتم بصحتك؟ بنسمع الكلام ده كتير، حد يقول لك انا ما عنديش وقت، عندي شغل، مش عارف عندي ايه. طب تيجي نسأل الشخص ده انت بتعمل ايه اول ما تصحى من النوم؟ بيصحى ينكب على الاكل وبعدين يجري اصلا متأخر على الشغل. طب ليه ما تصحاش بدري وفي ساعة بدري او نص ساعة بدري؟ اعمل اي حاجة تفيدك، تعلم اي حاجة، اعمل اي حركة. طب بتعمل ايه بعد ما ترجع من الشغل؟ لا انا تعبان لازم اتفرج على المسلسل والفيلم مش عارف ايه ويتنام يتسطح زي الفيل على الكنب والكراسي ومن كنبه لكنبه ومخده لمخده. طب عملت في ايه اخر يوم؟ ما عملتش اي حاجه. يعني تيجي تساله انت عملت ايه بعد ما اشتغلت؟ مفيش اي حاجه، انا برتاح من الشغل. طيب عملت ايه في الويك اند؟ لا الويك اند ده لازم اي هاف تو ديستريس. لا الويك اند ده لازم ان انا اريح وافك عن نفسي لان مش هينفع، والضغط النفسي والمنتل هيلث في ايه. انت عاوز توصل لحاجه ما توصل لها وخلاص من غير ما تصدعنا، ودي فكره الموضوع. لما يكون عندك فرصه ان انت تعمل حاجه انت عاوزها اعملها. مفيش حاجه اسمها الوقت اللي موجود ده عشان ارتاح فيه. ترتاح من ايه؟ ما هو انت لو ما وصلتش للحاجه اللي انت بتحاول توصلها او ما بداتش فيها ما تستحقش الراحه. اللي يستحق الراحه اللي تعب، المحارب اللي سافر وتعبان ومسافر على رجله 200 الف كيلو. دي الناس اللي تستحق الراحه. ما انت قاعد في مكيف وقاعد في البيت وقاعد على الكمبيوتر بتتفرج على مش عارف ايه، مش مستاهله. وخليك دايما واعي.